حتى لو اخد معايا شهر انا ما عنديش مشكله. لا عندي. مساء الخير. اولا ده لازم النسكافيه بتاعي لزوم الفوقان عشان نشوف هنعمل ايه النهارده. دي الاستاذه القطه لزوم قله الادب وعدم الربايه. الساعه دلوقتي 8 بالظبط، وعلى ما النسكافيه ده يبرد شويه هشغل الغساله على الغسيل. هنقعد الاول نشحن شويه طاقه واحنا بنشرب النسكافيه وبنتفرج على برنامجنا المفضل جدا. دلوقتي بقى على ما الغسيل يخلص في الغساله هنبدا ان احنا نكمل على الفستان الكروشيه اللي انا بعمله. انا اول مره اعمل فستان كروشيه، مش عارفه بقى النتيجه هتطلع عامله ازاي، مش ضمناها خالص. وانا عملت حاجات كتير قبل كده كروشيه، كانت مشاريع صغيره مش كبيره، وبعت حاجات كروشيه يعني رغم ان انا مش شغاله في ده، بس بعت واديت هدايا وعملت حاجات لذيذه كتير بالكروشيه بس حاجات صغيره. لكن ان انا اعمل فستان لا، ده موضوع جديد عليا خالص. انا بدات الاول بالجزء ده، كنت عايزه اكمله كله كده. كنت لسه متعلمه الكروشيه الفيليه، ده نوع من الكروشيه بيكون فيه باترون بيطلع في الاخر رسمه معينه متكرره. مشيت شويه بعد كده لقيته بطيء جدا 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 في الانتاج، خصوصا ان انا شغاله بخيط مش عارفه الخيط ده اسمه ايه، هو خيط رفيع قوي عامل زي الناس بشتغل بإبرة رقم 2، فالناس اللي شغاله كروشيه هتبقى فاهمه قد ايه ده حاجه تعل على ما تطلع النتيجه. والحقيقه ان انا كنت بعمل الفستان ده لفرحي. لقيت نفسي بقول انا كاتبه هنا النقط اللي انا عايزه اتكلم فيها، يعني ده مش عيب، عادي. يلا يا بنتي يا مريم انت هتعملي فستان فرحك بالكروشيه. بس طبعا انا اتجوزت خلاص بفستان عادي زي الناس، مش زي الناس قوي، ممكن ابقى اوريكم صور في مرحله ما من الفيديوهات. المهم انه فستان بتاع افراح مش فستان كروشيه. وانا بشتغل كده كنت بفكر ليه دايما بنستنى الظروف تبقى كويسه ومناسبه علشان نبدا بعد العيد، بعد الشغل، بعد الاجازه، بعد ما اتعلم اكتر، بعد ما ابقى بروفيشنال اكتر. بس الحقيقه ولا مره كانت الظروف كويسه بشكل كافي، فقررت ان انا ابدا. اي نعم بعك وبلغي وبوقف، بحب ان في حاجات بدات تبقى مرضيه ليا. وبصراحه واحده من الحاجات اللي شجعتني ان انا ابدا كانت حمله فيديوهات على يوتيوب شفتها مؤخرا بتشجع على بدء قناتنا الخاصه. قلت لنفسي يا مريم يعني مش لازم تبقي جاهزه، ابدأي وخلاص. السطر حاليا بيقعد في ايدي حوالي نص ساعه، لان انا بعمل الجزء السفلي للفستان وانا عايزاه منفوش شويه. السطور بتبقى عشان تكشكش بتبقى واسعه، يعني سطر طويل قوي. بخلص سطر واحد وبلاقي نفسي عايزه ارتاح شويه. يعني يا دينا هنروح فين؟ هنفضل ورا والفستان هيروح مننا فين؟ هنخلصه ان شاء الله، يعني حتى لو اخد معايا شهر انا ما عنديش مشكله. لا عندي، يا رب يخلص في اقل من كده. بالمناسبه انا مش شغاله بابره رقم 2 دلوقتي، الجزء العلوي انا عملته بابره رقم 2. بعد كده دلوقتي بكمل بابره رقم 3.5 عشان تنجز معايا اكتر في الجزء اللي تحت ده. طبعا هو السطر بيقعد نص ساعه بالابره دي عادي، مش بالابره رقم 2. بس لو عملت الابره رقم 2 هتديني شغل اقل بكتير. 3.5 تنجز معايا شويه والغرزه تكون اوسع. اوريكم الجزء اللي انا عملته، هو لسه مفتوح. شيكه شيكه.
والوسط. وبعد كده انا عامله الوسط عالي شويه، يعني المفروض مثلا كان يبقى ايه تحت حبه، لا انا عليه فوق شويه مش قوي، يعني كنت عايزه عليه بصراحه كده كمان بس قشطه يعني. الجزء اللي فوق ده انا لسه ما عملتش فيه حاجه، هو مفتوح من هنا ومن ورا. الجزء ده متصل قدام من ورا علشان لسه مش عارفه هعمل فيه ايه، بس هعمله مختلف مش مجرد جزء كده عادي. وهيكون بيتقفل بزرار، لسه برضو ما قررتش الزرار ده هيكون بيتقفل من قدام ولا من ورا. يعني بصوا بيتقفل من هنا قدام، او اسيب الجزء ده مقفلوش واخلي بيتقفل من تحت شويه، او ممكن اعمل فيه تو اوبشنز، انه ممكن اقفله الظهر بحيث يتلبس الظهر في الوش او الوش في الظهر، ملوش امام وخلف يعني. متحمسه له جدا وحاسه ان هو هيبقى شكله لذيذ وانيق وجميل، والكشكشه عجباني. وبفكر كمان ان انا اعمل بطانه للجزء السفلي طل ناشف بحيث انه يبقى منفوش وباينه نفشته واقف كده شويه. ادعوا لي ربنا يوفقني. لو عجبتكم الحوسه اللي انا فيها دي، ولو عايزين تشجعوني ان انا اكمل، اعملوا لايك وسيبوا لي كومنت واعملوا شير واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديوهات بكمل لكم فيها قصه الفستان وقصص تانية كتير.